ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بص، هو ده طقم يعني انا عاملاه، هو ستايل. يعني هو القماشه دي اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل كده، وقلت لكم عليها ان ما بنلاقيهاش في السوق. ده البصل الفاتح. انا هقوم وانا عشان رجلي بتوجعني مش قادره اقوم، بس هقوم. ده اللي احنا قلنا عليه ان هو في القماشه اللي احنا كنا في السوق ماشيه ولقيتها. دي بقى برضو القماشه دي مش حكايه ان هي مش نادره ولا حاجه، لا. هو اللون ده بالذات صعب ان يتلاقى، اللون الرصاصي ده بالذات صعب، لانه بيبقى على الالوان دي بيبقى جميل جدا. وانتوا شايفين طبعا شكل الملايه عامل ازاي. بصوا جميله، هو الورد بتاعها على 3 جنيه، جميله. غير الركامه المحطوطه ايه، النص بتاعها. وهنا الملايه كبيره جدا. يعني هو بس المشكله ان اللون ده مميز يعني ايه، بيبقى يعني كتير قوي بيلفوا عليه ما بيلاقوهوش. انا واحده من الناس قعدت الف عليه ما لقيتوش كتير. دي ملايه برضو. على فكره انا مش موريه الخداديات، لان الخداديات عند المكواجي ما جابهاش لغايه دلوقتي. عندي كريم مكواجي زي العسل جنب المحل، فهو ممكن يكون ده يعني جه يبص عليه ما لقانيش ماشي. شايفين ده انتوا كده؟ الطقم ده برضو جميل جدا، شايفينه؟ هو انا بكره هصور الفيديوهات بالملايات بالبتاع دوت وانزلها، كل ملايه بالخدوديه بتاعتها. ضاعت المكوى يا كريم، ضاعت. بس اعمل ايه بقى؟ بحب افرجك. بس الطقم ده جميل 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 جميل، والله العظيم. والله طقم جميل جدا. هي اللمضه دي مخيلاني انا هشيلها واركب واحده تانية غيرها. بصوا الطقم ده جميل جدا. ده في السوق في الصوره كده، بس والله في الحقيقه جميل جدا. احنا عملنا منه ايه؟ 2. ده برضو بصلي، بس بصلي غامق، شايفينه؟ بكره برضو هوريكم الخداديات، كل طقم بخداديته بحاجته. يعني هعمل كل فيديو لكل طقم بحاجته. بس بكره ان شاء الله باذن الله اقول لكم بقى 5 يا حبايبي. وما تبخلوش بقى، عشان انتوا يعني بتتفرجوا وما بتدوسوش حتى تعملوا يعني تشتركوا ولا حاجه خالص. ليه؟ قلت لكم انا بشوفكم وانا قاعده، بشوفكم انتوا ما بتهونش عليكم تدوسوا على يعني الاشتراك ولا حاجه. اشتركوا اشتركوا عشان القناه تكبر. يلا اشوفكم خير.